مفهوم الاستمرارية هو انك انت بتستمر في الحاجة مهما واجهتك عقبات. بتستمر في الحاجة حتى لو الناس قللت منك ومن الحلم اللي انت عايز توصله. مش بتركز مع الناس وبتستمر في الحاجة اللي انت بتعملها. تاني حاجة، حتى لو واجهتك عقبات بتحاول تحل العقبات دي وتشوف لها حلول عشان خاطر تستمر في الحاجة اللي انت عايز توصل لها. يعني مثلا كلمة الاستمرارية دي مش مجرد جملة، الكلمة دي عايزة ناس عندها انضباط، اللي هو أنا عندي جدول بستمر فيه على الحاجات اللي أنا بعملها. طب لو جالك ظرف خلاك تسيب ده كله اللي انت مستمر فيه وتركز مع الظرف ده عشان تخلصه، فانت لازم برضو على قدر المستطاع تخلص الظروف اللي وراك دي اللي جاتلك عشان خاطر ترجع تستمر في الحاجة اللي انت بتعملها. بس هو ده مفهوم الاستمرارية. لكن الاستمرارية مش انك انت مثلا تعمل مرة واثنين وثلاثة ورا بعض وبعد كده تبطل شهر، دي مش استمرارية. كمان انا كنت في مكان كنت مستقر فيه، كانت فوضى بصور فيها وبعمل فيها تمارين، بعد كده انتقلت لمكان تاني بسبب ظروف، فالمكان التاني ده حاولت اجمع فيه شغل واجمع فيه سكن عشان خاطر ارجع اصور تاني وارجع اعمل تمارين تاني. وبالفعل لقيت شغل ولقيت السكن اللي انا فيه ده، المكان اهو اللي انا بصور فيه وكمان بلعب ملاكمة، بس يعني مش احسن حاجة، بس يلا يعني في البداية كده وان شاء الله نتعلموها. بس فانا يعني الفيديو ده انا محضرتلوش، انا الفيديو ده طالع من اعماق قلبي. يعني انك انت تستمر في حاجة، كلمة مش بتتقال وخلاص زي ما قلنا، تستمر في الحاجة يعني انت الحاجة اللي انت بتعملها خلاص انت هتستمر عليها على طول، سواء اذا كانت صلاة، سواء اذا كان شغل انت حابب الشغل ده وعايز تتعلم منه مثلا وعايز تفتح حاجة زيه، سواء اذا كان بيزنس خاص، بيزنس تاني، بتروح الجيم، بتتعلم ملاكمة، بتبدأ اي حاجة في حياتك وعايز تكمل فيها. فمفهوم الاستمرارية هو انك انت مش بتوقف غير بسبب ظرف او ظروف يعني عامة. الظروف دي مثلا قعدت معاك يوم، يومين، 3، اسبوع، شهر، بس المهم تقعد معاك وانت بتحاول انك انت تحل الظروف دي او تشوف حلول للظروف دي عشان خاطر تخلصها، عشان خاطر ترجع للحاجة اللي انت بتعملها بس. لكن ما تخليش الظرف ده سبب انك انت مثلا تنام وتبطل الحاجة اللي انت بتعملها. بس كده خلص الفيديو بتاعنا، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تكتبوا الآراء بتاعتكم في الكومنتات. سلام.